مقررة تروح عمرة. عاصم مجداد يعلن عن قرار أمه مروة حماد وكل الأسرة ونيتهم للسفر لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن نجم طيور الجنة المعتصم بالله مجداد أن أمه مروة حماد تنوي السفر لأداء مناسك العمرة هي وكل الأسرة خلال فترة قريبة، وذلك كان ردا منه على سؤال أحد المتابعين عندما اقترح عليه أن يهدي أمه مروة حماد في عيد ميلادها 43 هدية قيمة، وهي أداء مناسك العمرة هدية من عصوم. لكن عصوم رد وفاجأ الجمهور بهذا القرار، ألا وهو أنها هي من تنوي أن تقوم بأداء مناسك العمرة في الوقت القريب هي وكل العائلة، والشهر الجاي يمكن عشان نطلع عمرة. وجدير بالذكر أن هذا البث المباشر كان قبل أحداث دولة فلسطين بأيام، وكان عيد ميلاد مروة حماد 43 مقرر أن يكون في شهر أكتوبر، بالتحديد في 14 أكتوبر. ومن هنا كان عصوم يقترح على المتابعين أن يقترحوا له بعض الهدايا التي يشتريها لأمه ويفاجئها بها في عيد ميلادها 43. أيضا طلب عصوم مجداد من المتابعين أن يقوموا بإعطائه بعض الأفكار لإقامة حفل عيد ميلاد مختلف وجديد من حيث الفكرة والمكان لأمه مروة حماد، حيث أنها تحب جدا التغيير وتحب الأشياء المختلفة في حفلات عيد الميلاد. ولكن بسبب بدء أحداث دولة فلسطين الفترة الأخيرة لم يتمكن المقادير من نشر حفلة عيد ميلاد مروة حماد 43، وهم متضامنين جدا وبشدة مع القضية الفلسطينية. منذ أيام أطلت مروة حماد على الجمهور والمتابعين بعد غياب طويل جدا بدأ منذ أحداث دولة فلسطين، وبعد غياب طويل جدا منها على عكس المعتاد من على جميع حساباتها الرسمية. أطلت مروة حماد وقالت بأنها متضامنة جدا هي وكل الأسرة مع القضية الفلسطينية وتدعمها بشدة، وأنهم في حالة حزن على ما يحدث في فلسطين. فسابقا سئلت مروة حماد في أحد حلقات البث المباشر الذي كانت تقوم به هي وعصومي من أي مكان أنت من فلسطين، فأجابت أنها تنتمي إلى عسقلان المحتلة هي وكامل أسرتها، وتحمل جوازين من السفر، الجواز الأردني والجواز التركي، حيث أنها تحمل الجنسية الأردنية حيث مكان نشأتها ومحل إقامة أسرتها بأكملها، وأيضا تحمل الجنسية التركية بعدما انتقلت هناك هي وزوجها وأولادها لفترة من الوقت، ثم محل إقامتهم الدائم دولة الكويت الذي أعلن عصومي أنهم أقاموا بها حوالي 8 سنوات إلى الآن. متابعينا خلص الفيديو، أرجو أن هو يكون نال إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.